وقفة احتجاجية قامت بها نشطاء سوريين وألمان أمام السفارة الروسية في برلين، حيث أدانت المجزرة الكيماوية التي ارتكبته النظام السوري بحق أهالي مدينة خان شيخون في إدلب وسياسة روسيا الداعمة لنظام الأسد. هتافات صارخة وبحناجر مجروحة دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حلول لهذه الجرائم التي ترتكبها النظام الأسدي بحق المدنيين في سوريا. نحن موجودين اليوم هون لندين المجتمع الدولي كامل بالجرائم اللي عم تصير ضد الإنسانية بسوريا، ضد المجزرة اللي صارت من يومين إخواننا في خان شيخون. نحن اليوم لندين الروس بدعمهم لنظام بشار الأسد من 6 سنين. موعدنا كمان بعد بكرة قدام السفارة السورية عم طلب المجتمع الدولي بحلول سريعة لإيقاف المجازر ضد الإنسانية عم تصير بسوريا. اليوم واقفين نحن مشان خان شيخون، مشان الكيماوي. الشيء المستغرب اللي عم بستغربه حتى الآن ولا حدا حرك ساكت، بس كلام. مقدار كل العالم يحسن يضغط على الأسد. I'm Spanish. How not to be here? I mean, that's the only thing. How not to be here? شعارات تضامنية ولوحات واقعية من مأساة ما حصل في مدينة خان شيخون في إدلب.